التعليم راه ماشي حرفه، التعليم راه مهنه شريفه السيد الوزير. وهاد الاحصائيات اللي كنعطيك، شوف انت الورقه ديالك اللي عطاوك واش هي اللي فيها هاد الشيء السيد الوزير، كما تقلبوا لك الوراق. وشكرا. وزير. سيد النائب محترم، تفضلوا للتعقيب. التعليم الاولي انت عطيتيه ورش التعليم. هو السيد الوزير تاريخيا هو مخطط استعجالي للتعليم الاولي، هو مخطط استعجالي ماشي ورش التعليم. وهذا يعني السيد الوزير كاين تباطؤ كبير. واش هذه استعجاليه في هذه المخططات؟ يعني كاين خلل في جميع الاسماء اللي تعطى المخططات هذه من جهه السيد الوزير، رغم تدخل عده قطاعات وزاريه في هذا المجال هذا. وهذا هو الاشكال الوحيد اللي ربما خلى هذه المخططات ما تنجحش. مثلا السيد الوزير التعليم الاولي كاين المخطط الاول وهو البنيه التحتيه والتجهيزات، وهذه البنيه التحتيه والتجهيزات كيتولاوها الساده العمال والولاة عن طريق التنميه الوطنيه. كتم البنايات ديال هذه الاقسام وكتم التجهيزات ديالهم، ولكن المشكل كاين في المواكبه، في التوظيف ديال، في التسيير ديال هذه المربيات والمربيين. ما كاينش السيد الوزير من طرف الوزاره المعنيه اللي حطات وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي وزاره تحت الرياده. يعني السيد الوزير كاين خلل في التسيير ديال الوزاره. علاش قانون الاطار ما فعلتوش وضميتوا هذه الاطور اللي هي فيها مربيات عندهم الاجازه وجيتوا باش تضموهم داخل الوظيفه العموميه للوزاره ديالكم السيد الوزير، باش تحسنوا الوضعيه المعيشيه ديالهم والاستقرار ديالهم، وتعطيوا لهذا المخطط الاستعجالي اللي قلتوه السيد الوزير الاهميه ديالو اللي كتسناها كل مواطنه وكل مواطن السيد الوزير. وشكرا. سيد الرئيس تفضلوا. سيد الوزير المحترم، تعرفوا على ان اساس بناء المنظومه ديال التربيه والتكوين هي التعليم الاولي. لا يمكن ابدا ان نتكلم عن منظومه ذات جوده عاليه الى ماشي غير جوده عاليه وفيها دمقرة التعليم بالنسبه للمواطنين المغاربه الا ما كانش عندنا تعليم اولي حقيقي. تعليم اولي كيرجع المواطنين والمواطنات المغاربه البسطاء يلقاو ولادهم فين يقريهم بحالهم بحال ولاد الناس اللي لاباس عليهم، ما كيديو لي كراش وكيديوهم المدارس الاخرى. كيدخل التلميذ اللي قاري في بلاصه اخرى ديال الفلوس كيدخل قاري سابق الاخر ب4 سنين، وبالتالي لا يمكن لهذاك التلميذ ديال الضعيف الفقير اللي عنده تعليم اولي كيدموا جمعيات متفقين، ولكن لابد دور الحكومه اساسي في هذا الموضوع، مراقبه هذه الجمعيات، مراقبه العمل ديالها، تفتيشها، واعطاء هذه الاولويه القصوى لهذه العمليه ديال التعليم الاولي، لان الا ما صلحناهاش لن يتم اصلاح اي شيء في هذه المنظومه. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. هل من تعقيب اضافي اخر؟ لا يبدو. سيد الوزير. أنا كيف يمكن تعرفوا تنعرف التعليم الأولي وبديتو أنا في 2010. أنا يمكن لي نقول لكم بأنه الوضعية اللي كانت قبل والوضعية اليوم ما كاين حتى شي علاقة. وباش نديروا واحد التعميم في ظرف واحد 3 سنين ولا 4 سنين راه هذا مجهود كبير. واليوم تنقارنوا وتنديروا هذه المقارنه بين واحد الطفل اللي ما دارش التعليم الاولي كيف ما كان والطفل اللي داروا، راه كاين فرق كبير جدا. ويمكن لنا نسولوا الاساتذه في الابتدائي راه تيعترفوا بهذا الشيء. وشكرا. تفضل سيد الرئيس. سيد الوزير، المواطن المغربي سأم الانتظار ديال المقاربات، كل ما كتجي مقاربه جديده. انا اللي نقول لكم انه يحتاج الى حل جدي من اجل ان التلميذ في الوسط القروي يمشي للمدرسه ويقراو نحاربوا لهذا المدرسي ونكونوا امام اشخاص يتحدثون اللغه العربيه على الاقل. السيد الوزير، أنتم الآن غير معنيين بالجواب على هذا السؤال، لأن من يدبره تحت وصاية الداخلية. شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ لا يبدو. سيد الوزير. أنا متفق مع السي النائب. اختصاص الوزارة الداخلية واختصاص المجالس الإقليمية اللي يمكن شي وحدين فيكم هنا راه تيترأسوهم. شكرا. شكرا سيد الوزير. السادة النواب. شكرا سيد الوزير. كيف ما جاء سيد الوزير على اللسان ديالكم في الجواب على السؤال الثاني بأن التعليم الأولي هو ركيزة أساسية للمدرسة العمومية والخصوصية، وأن المدخل الأساسي
النهوض بهذا التعليم الاولي هو تحسين الوضعيات العاملين بهذا القطاع. وكما كتعرفوا السيد الوزير انه 54,000 حوالي 54,000 مربي ومربيه اللي عندنا على الصعيد الوطني، منهم 20,000 كيشتغلوا في العالم القروي، والنسبه ديال تقريبا 61% من هاد الناس السيد الوزير راه عندهم الاجازه وما فوق. راه عدمتهم السيد الوزير بداك السن، داك السن سقيف ديال سن الولوج للتعليم، وبقات لي قبح الله الفقر، بقى لهم غير هادشي تيقول لك اللهم لصق في هادشي ولا يفوتني التران. الله يجازيك بخير السيد الوزير، انتم كترأسوا الوزاره ديال التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، بغينا نعرفوا هذا التعليم الاولي شنو كيدير. نعطيك على سبيل المثال اقليم مازيلا السيد الوزير، اكثر من 90% ديال الوحدات اللي تبناو بناتهم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، تجهيزات المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. هذا التعليم الاولي راه ما تيدير حتى شي حاجه السيد الوزير. وهاد الناس الله يجازيكم بخير راه كيطالبوا بابسط الحقوق، راه بغاو الادماج الفوري السيد الوزير، وبغاو تحسين الاجور، وبغاو الضمان الاجتماعي. وشكرا. شكرا سيد نائب محترم. كلمة لكم سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. السيدات والسادة النواب المحترمون، كنشكركم السيد النائب محترم على طرح هذا السؤال المهم. حقيقة كاين 54,000 في الجامعة و20,000 في العالم القروي، و90% تاع هاد المربيات تحت إشراف الجمعيات الثلاثة الوطنية. انا هاد 60% ديالك ما عرفت منين جبتيها. انا اللي تنعرف هما هاد الاساتذه، هاد المربيات عندهم نيفو باك. ايوا يمكن ما تنسميتوش، ولكن الاكثريه فيهم عندهم نيفو باك وتعلموا حرفه وخداو 950 ساعه تاع التكوين، وفرحانين بالتكوين ديالهم وفرحانين بالحرفه ديالهم. في نفس الوقت حنا اللي طالبين لهاد 90% تاع المربيات، طالبين الجمعيات الوطنيه بانهم يردوهم CDI، ما يبقاوش CDD ولا باقيين شي وحدين CDD. طالبين منهم بانهم يقيدوهم كاملين في المؤسسه محمد السادس للاعمال الاجتماعيه. طالبين بانهم كلهم يتخلصوا في الوقت، ما يتعطلوش. وهادشي انا تنظن في 90% ما كاينش مشكل. اللي يمكن يكون المشكل هي بداك 10%، ولكن اقل يمكن شي 1 ولا 2% اللي مازال تتعطل في الخلاص، ولكن هذا ماشي بمشكل الجمعيه. يمكن الجمعيه ما تتصلش. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، اولا التعليم راه ماشي حرفه، التعليم راه مهنه شريفه السيد الوزير. وهذه الاحصائيات اللي كنعطيك، شوف انت الورقه ديالك اللي عطاوك واش هي اللي فيها هذا الشيء السيد الوزير، كما تقلبوا لك الوراق. وشكرا.